السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين؟ لما نيجي نشكي وجعتنا، اي ألم اتألمنا بيه، لازم نشكيه لحد مر بنفس تجربتنا. ليه؟ عشان ما يحصلش تنمر منه يحرق دمنا، او مش تنمر، استفزاز يستفزك بالكلام. اصل انت اتألمت مش هتروح تحكي لواحد عمره ما اتألم، او واحدة عمرها ما شافت ألم ولا مرض ودايرة تتنطط ودايرة تروح نوادي، عمرها ما تحس بيك. لو قلت لها انا تعبان عندي صداع مش هتحن ولا تطبطب ولا تحس بيك. او انسان ابتلى في اولاده، هو بقى ما رباش بربع جنيه تربيه، وسبحان الله ما جاش ابتلاءه في اولاده فطلعوا صالحين. يوم يجي مثلا انت مربي وعامل اللي عليك وطلع ابنائك عقيم، واحد اتنين يقول لك ايه؟ ما انت ما ربيتش صح يا عم، كنت تعمل فيهم كذا وكذا، يا عم كنت تعمل فيهم كذا وكذا. يعني هو عامل اكتر منه بس هو بقى بيضرب بيخبط في الحلل. مفيش حد هيحس بيك إلا اللي مر بنفس تجاربك. وما تحكيش لحد إلا اللي هيساندك، عنده حل لمشاكلك، عنده حل لمشكلتك. محتاج فلوس، عارف إن ده هيديك فلوس. لما تكون أنت ماليا محتاج فلوس وبتشتكي وجعتك وتيجي تحكيها قدام حد إن أنت مثلا مزنوق، يبقى لازم تبقى عارف إن الشخص اللي قدامك ده معطاء وهيديك، مش أي حد. ما تروحش لواحد خير ومش خير يعني بيدي للناس، لا، خير يعني معاه فلوس كتير بس يقعد يدعي الفقر طول ما هو قاعد. يقول لك منين ده الحياه غاليه، وهو يكون مكنز ملايين بس يحب قال ايه، فاكر ان كده بيخزي العين. ما يعرفش ان خزو العين بيجي بالصدقات وفك كروب الناس. والحاجه بقى الاهم، اعلم ان مهما يمر عليك ابتلاءات، والله العظيم ربنا هيبعت لك وانت قاعد كده من غير ما تطلب ولاد الحلال. والله العظيم بيطلب الانسان لما بيكون في ابتلاء، والله العظيم ربنا هو اللي بيبعت له، عشان هو بعت له الابتلاء، مش عشان هو شخص وحش. ما هو الابتلاء نوعين، نوع اختبار ونوع عقاب. طب انا اعرف ازاي الابتلاء العقاب من من الاختبار؟ الاختبار هينزل عليك بالسكينة والهدوء وهيبعت لك الابتلاء ومعاه الحل، والله العظيم. ومهما مش بتشوف ناس بتبقى فقراء وتيجي تكلمهم يقول لك الحمد لله، ناس بتكون مريضة بأصعب الأمراض وعارفين كمان إنهم هيموتوا وتيجي تكلمهم يقول لك الحمد لله. تعالى بقى شوف الناس اللي ربنا بعت لهم الابتلاء عقاب، والله العظيم لو جالهم صداع بس بسيط تحس ان هم خلاص جالهم سرطان وبكره هيدفنوا، او اي مشكله بقى، اي مشكله خد من ده بقى كل حاجه. انا نفسي نتعلم بدل ما نتنمر ونستفز ونحرق دم الناس. ليه؟ لان محدش ناقص حد. يعني والله العظيم، يعني والله العظيم الواحد اصلا يحط اللسان ويقفل البق ما يتكلمش مع حد. انا ملاحظه ان الناس كل ما الواحد يكلمهم استفزاز استفزاز، ولا فاهمين ولا متنيلين، والواحد يعني كره التعامل مع الناس. وانا بقى لما اقول كده، انا برج الحمل اللي هو اصلا اجتماعي جدا ولابق جدا ومنور كده في وسط الناس واقول كده على الناس، يبقى لان انا شخص سوي، بعرف اتعامل مع الناس، بعرف اتعامل مع الشرير، بعرف اتعامل مع الطيب، بعرف اتعامل مع القاسي. اقسم بالله الرئه اللي قدامكم دي بتعرف تتعامل مع اقوى الرجال. بده بده اه والله، ان اوصل ان انا اقول كده، يبقى ياه، ده انا جاهدت كتير قوي مع الناس. مش هطول عليكم الفيديو،
اسمعوا الكلام، واي حد يطلع في فيديوهات ايجابيه ويعلمكم حاجه كويسه ومفيده لايك، عشان اللايكات دي بتعلي الفيديو وناس اكتر بيسمعوها. سيبكم بقى من الفاسقات، شبعوا لايكات. شكرا.